اركن الماتش على جنب. اللي عمله محمود الشناوي النهارده في ماتش الزمالك وبيراميدز، لا حرفيا حارس يستحق التقدير، حارس يستحق الدعم، حرفيا مفيش خلاف. حرفيا اللي قدمه شال كورتين بجونين، غير ادائه، غير ثباته الانفعالي، غير ردود افعاله السريعه جدا، يثبت لك ان ده حارس مرمى كبير. سنه صغير، انت متخيل بقى ايه مع عواد ومشاكله في التجديد وصبحي مش عارف موضوع ان هو حبه فوق وحبه تحت، ولكن تبص بقى تدور في قطاعات الناشئين هيطلع لك حارس زي ده، هيطلع لك حارس زي ده يشيلك. فانت لازم تدعم ده. نفس الكلام في النادي الاهلي زي مصطفى شوبير. فعندك محمود الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك طالع من قطاع الناشئين. يا جماعه قلناها لكم مرارا وتكرارا، ندي الناشئين شويه، ندعم الناشئين شويه، سواء اهلي او زمالك. مش شرط انك تقلب لي الفرقه كلها ناشئين، ولكن ادي واحد ولا اتنين، ادعم، اشتغل على واحد ولا اتنين كل موسم. هتقعد يعني في خلال 5 سنين هيبقى عندك فرقه من قطاع الناشئين بتاعتك هي اللي شايلاك. فحرفيا اللي عمله محمود الشناوي النهارده في ماتش بيراميدز يستحق التقدير، وحارس كبير وكل الدعم ليه لحراس. خلي بالك انت لو جيت بصيت ان نادي الزمالك محتاج حارس مرمى، عواد ماشي، صبحي يا باشا مصاب، فانت عندك محمود الشناوي ادعمه في الفتره اللي جايه، وهو اللي هياخد باذن الله ويدعم، وجمهور الزمالك يدعمه ان هو حارس كبير جدا جدا. لازم يعني الواحد يقول الحق فيه هو يعني.